أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عمرك سألت نفسك شنو الفرق الحقيقي بين إنك تكون إنسان وبين إنك تكون مجرد كائن حي بيعيش يومه ويعدي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالتكريم ده يا عزيزي ما جا ساكت، جا عشان فينا حاجات أكبر من مجرد البقاء. اتخيل معي لو كل واحد فينا عاش بمبدأ أنا مالي فليذهب الآخرون إلى الجحيم، تفتكروا حنكون بشر ولا مجرد كائنات في غابة بتتصارع عشان تاكل وتعيش وبس؟ فالإجابة ممكن تصدمك، خليك معي. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. الليلة موضوعنا حيكون تقيل شوية لكنه حقيقي، موضوع بيمس كل واحد فينا وسط زحمة الحياة ومشاكلها. هنتكلم عن قمة الإنسانية، وعشان تصل للقمة دي الموضوع ما محتاج منك قروش ولا منصب ولا شهادات، محتاج قلب بيحس، قلب بيرفض الظلم الواقع على أي زول كأنه الظلم ده واقع عليه هو شخصيا. للأسف بقينا نشوف ثقافة غريبة جدا منتشرة حوالينا، وهي ثقافة أنا ومن بعد الطوفان. تلقى الواحد يقول لك أنا مالي ومال المشاكل، المهم أنا بخير. السلوك ده في علم النفس وفي الحياة عموما هو سلوك أناني جدا، بل هو سلوك أقرب للحيوانات في غريزتها الوحيدة اللي هو البقاء من غير أي اعتبارات تانية. في الجامعة، في الشغل، في الشارع، كم مرة شفنا زول مظلوم وعملنا رايحين. ديننا الحنيف ما خلانا سايف الحتة دي، أسس لنا قاعدة الإنسانية من زمان. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الشريف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالجسد الواحد ما بيقدر يفصل وجع عضو عن الثاني، لو أصبحك انجرح جسمك كله بيسهر يتألم. وربنا سبحانه وتعالى حذرنا تحذير شديد عن السكوت عن الظلم، وقال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني السكوت عن الحق والأنانية بتجيب الهلاك للجميع، للظالم والساكت عن الحق بحجة أنا مالي. يا عزيزي، ثمة شيء أثمن من العمر كله، إنها المبادئ، الدرب اللي بيمشي عليه الإنسان في حياته. قيمة الإنسان الحقيقية ما في السنين اللي عاشها ولا في العربات اللي ركبها، قيمته في مواقفه وفي رفضه للظلم وفي وقفته مع الحق حتى لو ما كان مستفيد فايدة مباشرة. فالإنسانية ما بتتبني على الأنانية، بتتبني على إننا نشيل بعض. في الأخير ما تخلي زحمة الحياة ومشاكلها